السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا على خير وبخير ونلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. كما كتشوفوا اخواتي اليوم فيديو جديد في القناه، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. اليوم اخواتي كما كتشوفوا هذا الجينواز غنوجدوا معكم بطريقه بسيطه بزاف كما ولفت معكم دائما. الحاجه كنجيب لكم غير الحاجه السهله، واليوم اخواتي غنديروا هذا البسكوي بطريقه سهله بزاف وغير ب4 ديال البيضات وكيجي خفيف ما شاء الله. وكنتمنى اخواتي غير دعيو لي شي دعوات الخير، وما تنساوش تصليو على الحبيب عليه الصلاه والسلام، وما تنساونيش اخواتي من لايك الفيديو باش يوصل للناس الاخرين. اليوم غندير هاد معكم هاد الجينواز يعني ناجح 100%. غتبداو يعني غتوليو مبدعات ومبهرات في هذا البسكوي هذا. يعني اللي كلا عندكم هذا الجينواز في الكيك ديال الكريمه يعني غيبهروا النتيجه يعني ما شاء الله. بقاو معايا غنشوفوا المقادير وطريقه التحضير، وما تنساونيش دائما كما قلت لكم بالدعوات الخير. كما كتشوفوا عندي كاس قلشوي ديال السكر سنيده، رشيشه الملحه، 4 كاس ديال الزيت، عندي واحد الخماره ديال الفاني، واحد الخماره حمراء، و4 ديال البيضات يكونوا كبار. الا عندكم البيض صغير ديروا 5 ديال البيضات. صافي غنجيب واحد الاناء كما كتشوفوا، غنديروا داك البيض وغنزيدوا عليه ديك رشيشه الملحه وغنزيدوا داك الفاني. وغتخصكم ضروري اخواتي الخلاط الكهربائي باش غتضربوا هاد البيض هذا ضروري اخواتي في الوصفه، باش هكا يعني كتدخلوا واحد الكميه ديال الهواء في الخليط ديالكم وكيجيكم ناجح. صافي هنايا كنزيدوا هاد السكر تدريجيا هكا بشويه بشويه، وحنا كنخلطوا وكنديروا غير يعني الفيتاس الاول، يعني ما كنجهدوش من الاول، يعني كنديروا غير واحد سرعه متوسطه وحنا كنطلعوا حنا كنزيدوا في السرعه. وغنحتاجوا كما كتشوفوا 2 ديال المعالق ديال الماء سخون يكونوا عامرين. هنا درت عيني ميزاني، نتوما اخواتي عبروا من المعلقه الكبيره ديروا 2 ديال المعلقات. وكما كتشوفوا ملي كتزيدوا داك الماء السخون كيطلع البيض ديالكم بواحد السرعه خياليه، يعني ضروري ديروا هذا الماء السخون. كيطلع البيض ديالكم دغيا دغيا، خصوصا الا كان البيض ديالكم درتوه في الثلاجه راه هذا الماء السخون غيعاونكم بزاف. صافي هنا جربت الفيديو اخواتي، نتوما طربوا البيض ديالكم حتى يضاعف الحجم ديالو، تشوفوا الاناء يعني كما كتشوفوا عمرات. وكندير داك الزيت هكا خويط، ومن بعد هنا غندوزو نديرو الدقيق وديك الخماره. بالنسبه للدقيق غنحتاج كاس ونص ديال الدقيق الفورس المزيان ديال الحلويات، وغندير واحد الخميره حمراء كما كتشوفوا. هنايا غنفرقوا الدقيق ديالنا على دفعات، درت الدفعه الاولى والثانيه غندير فيها الخماره وغنزيد الدفعه الثالثه. المهم اخواتي نتوما كديروا على حسب الدفعات، يعني ما حد نتوما كتخلطوا غير ما تبالغوش بزاف تخلطوا بزاف راه غيطيح لكم الخليط ديالكم، يعني خلطوا غير بشويه بشويه. وهنا ما درتش الكاغيط ديال الزبده نهائيا، درت غير دوك الساشيات اللي كنجيو من الحانوت اي حاجه، حليت هكا الساشي ودهنته بشويه ديال الزيت وصافي. كنحطوا داك الخليط كامل في هكا في داك سميتو اللاطه ديال الفران. بالنسبه للاطه الفران القطر ديالها ماشي هذيك اللاطه ديال 2 خبزات، هاد اللاطه ديال الفران ديال خبزه وحده كما كتشوفوا القطر ديالو. صافي درت داك الخليط، الفران كيكون سخون، دخلته للفران خليته واحد 10 ديال الدقائق يعني كيطيب. طاب غير بوحدو الفوق، ما رديتوش نهائيا اخواتي لتحت، يعني كيكون الفران سخون دغيا كيطيب. وردوا ليه البال كما كتشوفوا كيجي خفيف بزاف وكيجي هذا الجينواز ما شاء الله. باش كتخرجوا من الفران كنغطيه بواحد السربيته وكنخليوه حتى تيبرد متوسط، يعني عاد من بعد كنروريوه كما كتشوفوا باش ما يتعجنش لكم. صافي هنايا دزت روريته وحطيته هكا على جنب باش هكا يشد داك الفورمه. وزدت هنايا غنحتاجوا واحد الكاس ديال العنبه ديال الكريمه. الا ما عندكمش الكريمه ديروا كريم شانتيي، غديروا نص ديال الساشي ديال كريم شانتيي، واحد نص كاس قله ربع ديال الحليب، وغتضربوا الكريمه ديالكم. يعني كتجي هي هذيك. الا عندكم الكريمه سائله يعني ديال الحلويات كتضربوها الكاس ديال الكريمه وكيكفيكم باش تغطيو وتعمروا. صافي هنايا عندي واحد حبه ديال الخوخ هكا الكبيره
قطعتها مربعات صغار. نتوما اخواتي قطعوا يعني ديروا الى عندكم هكا سميتو الفواكه مشكلين، يعني ديروا البنان، ديروا اي حاجه عندكم نتوما، يعني كيبقى لكم الاختيار. انا صراحه هاد البسكوي هذا درت فيه غير الخوخ، يعني خليته غير بالمذاق ديال الخوخ. نتوما اخواتي ديروا اللي بغيتو. هنايا عندي السيرو، كنديروا كاس ديال الماء ونص كاس ديال السكر، وكنخليوه حتى يغلي 5 ديال الدقائق، ومن بعد كنزيدوا ليه نكهه ديال الفراوله ولا ديال الليمون ولا قشور ديال الليمون. نتوما كتنكهوه على حسب الذوق ديالكم. صافي هنا درت غير واحد رشيشات خفاف، وكنغطي هذاك البسكوي بالكريمه، وكنزيد ليه هذاك الخوخ اللي قطعت معكم مربعات صغار، وصافي غنزيدو شويه الكريمه، ومن بعد غنروريو داك البسكوي ديالنا. يعني كيجي ما شاء الله. كنتمنى اخواتي يعني تجربوه بهذه الطريقه، وكنتمنى الاخوات كاملين اللي ما كيعرفوش يوصلهم هذا الفيديو باش يوليو حتى هما حادقات، يوليو حتى هما يحمروا وجههم، يوليو حتى هما يعني يعتمدوا على ريوسهم. بغيتكم اخواتي صراحه، بغيت الاخوات كاملين اي حاجه ما كيعرفوهاش ان شاء الله يعرفوها في هذا الفيديو هذا. بالنسبه للاخوات كاينين اللي هكا كيتخوفوا من هذا البسكوي هذا. بالنسبه لهذا البسكوي كيجي ما شاء الله، تبعوا غير المقادير كما هما، اكيد ان شاء الله غينجح لكم. صافي كما كتشوفوا هنا روريتو في داك الكاريط ديالو، وكنديروا في واحد البلاستيكه وكندخلوا المجمد، كنخليوه ساعه ولا ساعه ونص ولا الوقت اللي عندكم، ومن بعد كنخرجوه. هنا كنزينوه، انا ما خليتوش صراحه بزاف على حساب التصوير، خليته غير واحد نص ساعه ولا ما واصلاش. وهنا كنخرجوه حيت ليه داك الكاريط، وكندهنوه هنايا بديك الكريمه، كنحاولوا ندهنوه كامل. ومن بعد اخواتي هنا هاد البلاستيك علاش درتها من التحت، يعني كتحكموا في هاد الروري كما كشفتوا. هنا الا بغيتو تدهنوه من التحت كتحاولوا هكا تقلبوه، يعني من بعد ما تدهنوه من التحت كتعاودوا تقلبوه، يعني كيجيكم ساهل. ملي كديروا هكا واحد المورسو البلاستيكه يعني كيجيكم الخدمه سهله بزاف. هنا حولته فوق واحد البلاستيكه تكون نقيه باش يعني ندير ليه الشوكولات، يعني ما يضيعش داك الشوكولات اللي لصق لينا في داك الكريمه اللي كاينه في ديك البلاستيكه. كما كتشوفوا هنا هاد البلاستيكه كتعاونني، كنحاول نهزها من الجنيبات وصافي يعني كيتلصق كامل داك الشوكولات. بالنسبه للشوكولات غير الشوكولات حكيته في الحكاكه الغليظه، كيجي هكا كما كتشوفوا المرصوات رقاق، وصافي لصقته فوق منه مزيان. ومن بعد هنا درت واحد شويه الكريمه بالبوش فوق من داك الكيك، ودرت واحد المرصوات كما كتشوفوا ديال الخوخ. وانتم اخواتي كيبقى لكم التزيين اختيار. بالنسبه للتزيين كنت كنزين ما شعلتش الكاميرا، ما رديتش البال. وبالنسبه لكم اخواتي راه ساهل، كدير واحد هكا واحد نقيطات ديال الكريمه، ومن بعد كتقطعوها هكا طريفات وكتدوروهم وكتحطوهم. صافي يعني ساهلين. الا بغيتي ديروا التزيين بحال هذا، بالنسبه للاخوات تزينوا كيما بغيتوا وبدعوا. والاخوات دائما مبدعات، ودائما كيديروا شي حاجه مغيره دائما. كنتمنى ان شاء الله اخواتي تستافدوا من هذا الفيديو، وكنتمنى ما تخليوش عندكم، وكنتمنى نتلقاكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله.